مش غريبة على التوانسة، كانوا أبطال الحوض المنجمي في معركة 2008. باش نخلي الكلمة لسيد بشير يزيد يقدم الحالة ويعطينا بسطة على شنو اللي صار في تونس في 2008. شكرا. بشير العبيدي، ناشط نقابي وسياسي، العمر 62 سنة، 40 سنة تدريس باستثناء 3 سنوات الإيقاف والسجن. كنت عضو الهيئة طويلة الاسم، هيئة ابن عاشور، الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، واستقلت منها بعد 2 شهر فقط. الآن عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تم انتخابي في مؤتمرها السابع في شهر أكتوبر الفارط. سجين سياسي سابق في أحداث الحوض المنجمي، حكمت في المرحلة الابتدائية ب10 سنوات وشهر، وفي المرحلة الاستئنافية والتعقيبية ب8 سنوات وشهر، قضيت منهم 1.5 سنة فقط في السجن مع بقية الموقوفين أو سجناء الحوض المنجمي، وأطلق سراحنا في نوفمبر 2009 بفعل سراح شرطي. أنا في الحقيقة ترددت كثيرا قبل أن أتقدم بهذه الشهادة. التردد كان عنده أسباب متعددة، منها الأخلاقي ومنها الاجتماعي ومنها الثقافي، وخاصة الثقافي باعتبارنا الشعب التونسي ما عندناش معرفة وما عندناش اطلاع على العدالة الانتقالية. ولكن بعد أخذ ورد قررت أن أتقدم بهذه الشهادة لاقتناعي، أولا لأن التاريخ يجب ألا يكتب في البلاط، لا يكتبه مؤرخو البلاط. تاريخنا يا سادة تاريخا مزيف، كتب في الغرف وكتب تحت الطلب. اليوم ونحن نعيش هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الشعب التونسي، نريد أن نعطي شهادتنا التاريخية لكي تبقى شهادة لأبنائنا، لأجيالنا، للباحثين الذين يريدون أن يعرفوا حقيقة الشعب التونسي، حقيقة المعاناة التي عاناها الشعب التونسي في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي وحتى بعد الثورة، وسنأتي على ذلك في وقته. بصراحة قبل أن أتحدث عن نفسي لابد من الإشارة إلى أحداث الحوض المنجمي، اللي هي أحداث تقريبا الكلنا نعرفوها، مانيش باش نعودها بتفاصيلها، ولكن لابد من أن نقف على أسبابها التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. منطقة الحوض المنجمي وقفصة وجهات متعددة من البلاد التونسية الداخلية هي جهات مهمشة، وكانت تهميشها تهميشا ممنهجا مقصودا لأسباب متعددة، من بينها قفصة. ولاية قفصة هي من الولايات المتمردة على نظام بورقيبة، الولايات التي وقفت مع صالح بن يوسف، الولاية أو الجهة التي ناصرت الأمانة العامة، وكذلك كانت السباقة في أحداث 78، في أحداث 84، في أحداث 80، ثم أحداث الحوض المنجمي. وهذه الأسباب وحدها تجعل من جهة قفصة جهة ضحية وجهة مهمشة، ومهمشة تهميشا ممنهجا، رغم ما تزخر به هذه الجهة من الثروات وخاصة ثروات الفوسفات. أيها الحضور، أبناء قفصة وأبناء الرديف وأبناء المتلوي ومن العرايس والمظيلة تاريخيا يعيشون ظروفا قاسية
لأنهم يرون بأعينهم كل يوم ثرواتهم تساق عبر سكة الحديد وعبر القطارات، ولكنهم لا يتمتعون بشيء من هذه الثروات. فحركة الحوض المنجمي هي كانت نتاج لهذا الغيظ، نتاج للظلم، نتاج للحيف، نتاج للتهميش. لم تكن حركة عفوية، وإنما كانت إعلانا على نهاية اختيارات اقتصادية وسياسية فاشلة ومعادية للشعب. فكانت انتفاضة الحوض المنجمي صحيح شاركت فيها أنا، شاركوا فيها العديد من الشبان صغارا وكبارا من النقابيين، وكان من الممكن أن اليوم يكون أمامكم أي أحد آخر قد يقدم شهادة أفضل مما أقدمه. كان ينجم يكون أمامكم عمار الذي سجن مع ابنه والذي تعرض إلى التعذيب، عمار الذوادي، عمار بن صالح، واللي إلى حد الآن يعيش إعاقة في جسده. كان ينجم يكون معاكم طارق حليمي الذي سجن مع أخيه في نفس الزنزانة. كان يمكن أن يكون معكم في هذه اللحظة بوجمع الشرايطي الذي سجن مع ابنه غانم. لست أدري إن كنتم تعرفون إحساس الأب أو إحساس الأخ أو إحساس العم أو إحساس الخال أو إحساس المدرس عندما يسجن مع ابنه أو مع أخيه أو مع تلميذه أو مع ابن أخيه أو ابن أخته. هذا الشعور هو شعور خاص، هذا الشعور عميق. أنا بالنسبة لي عميق في داخلي، لأني سجنت أنا وابني وأوقفنا معا وعذبنا معا، وسآتي على ذلك في الفترات اللاحقة. فبقدر ما كان هذا السجن وبقدر ما كانت هذه المعاناة فيها طعم، هو طعم الانتصار، هو طعم الرجولة، هو طعم الإرادة، هو طعم الرغبة في المقاومة التي لم تتوفر لدى العديد. بقدر ما كان فيها شعور بألم داخلي، ولست أدري هل فيكم من دار لاريا متاع السجن هو وابنه وهما يتحدثان. لا أدري إن كان هناك من عاش هذه الظروف، وقد يكون هناك من عاش أسوأ وأقسى منه. أحداث الحوض المنجمي قدمت الجرحى، قدمت الشهداء، قدمت السجناء، قدمت ما يزيد على 1000 سجين، قدمت 3 شهداء اللي هما هشام العلايمي وحفناوي المغزاوي وعبد الخالق العميدي. قدمت العديد من الجرحى، قدمت العديد من الشباب للسجون. ولكن للأسف رغم هذه التضحيات ورغم ما قدمه أبناء هذه الجهة، فالحال في قفصة وفي المناجم كما الحال رغم مرور العديد من حكومات ما بعد الثورة. لا أتحدث عن نظام بن علي ولا أتحدث عن نظام بورقيبة، ولكن أتحدث ما بعد 2011، حيث أن أول مؤسسة كنا نتمنى أن تكون انطلاق للعدل، تكون انطلاق لنشر الحرية، تكون انطلاق للمساواة، المجلس التأسيسي رفض أن يعترف بشهداء الحوض المنجمي وبجرحاه كجرح الثورة وكشهداء الثورة للأسف. وهذه مرارة يعيشها أبناء الحوض المنجمي ويعيشها أبناء الجهة. الحال على ما هو عليه. نعم، الآن وفي هذه الأيام الأخيرة هناك محاكمات للشباب الذي يعتصم ويحتج ويطالب بالتشغيل
كما طالب غيره في 2008 وفي 2009. محاكمات متتالية، الأسبوع الفارط والأسبوع قبل الفارط، شباب رديف، شباب المعرايس، شباب المضيلة، شباب المتلوي، كلهم الآن يقدمون، وكأن شبابنا معناها سيصبح في بعد شهور أو بعد أيام أو بعد سنوات سيصبح الكل ذو سوابق عدلية. معناها ما عادش يتقبل في الشغل وقت اللي يمشي يطلع بطاقة عدد 3 ما عادوش يقبلوه. معناها هذا هو مصير شبابنا في المستقبل. فالشعور بخذلان حركة الحوض المنجمي والشعور بخذلان الثورة التي انطلقت بالفعل في 2008 والتي استنسخت في 2011 بكل معانيها، بمعاني التضحية، بمعاني النضال، بمعاني الاستشهاد، بشعارات مقاومة الفساد، بشعارات العدالة بين الجهات، بشعارات العدالة الاجتماعية، الكلها استنسخت في 2011. وفي تقديرنا لا، هذا ليس استنقاصا لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، وللأسف المجلس التأسيسي أخطأ مرة أخرى عندما حدد تاريخ الثورة بأقل من شهر. معناها في العالم الكل ما قامش الثورة بأقل من شهر، ولكن كان القصد من ذلك هو إقصاء معناها حركة الحوض المنجمي وحصر الثورة في مدة معينة حتى لا تشمل ما وقع في بنقردان وما وقع في القصرين وما وقع في قفصة وغيرها، وهذا مؤسف بطبيعة الحال. إذن حركة الحوض المنجمي اللي دامت 6 أشهر كانت حركة سلمية، حركة اجتماعية، كانت مطالبها مشروعة، وإلى حد الآن هذه المطالب لا تزال مشروعة إلى اليوم، لم يتحقق منها على الأقل الكثير. الحركة هذه قدمت أبنائها ضحايا وقربان لتحرير الشعب التونسي ولزرع روح الثورة في الشعب التونسي بطبيعة الحال، وهذا ما حدث في 2011. أنا باش نتحدث على تجربتي، وهذا فيه نوع معناه كيف ما قلت نوع من الذاتية. حالتي لم تبلغ حالة العديد من يستحقون أن يكونوا في هذا المكان اليوم وأن نعطيهم الوقت الكامل، من أمثال شهداء الحركة النقبية مثل سعيد قاقي وحسين الكوكي، شهداء الثورة الشهيد شكري بالعيد، البراهمي، بالمفتي، وكل الشهداء الذين سقطوا. أنا وما وقع لي لن أبلغ شيئا مما قدمه هؤلاء أو من المعاناة التي عاناها أو يعانيها إلى حد الآن أهل هؤلاء الشهداء. وسأحاول أن أختصر في تقديمي معناها تجربتي حتى لا أثقل عليكم. الاستنتاج اللي خرجت به من أحداث الحوض المنجمي ومن الإيقاف ومن السجن هو أنه البوليس التونسي والأمن التونسي ماهوش كيف بعض. الأمن فيه اللي ياكل في الخبزة واللي ينجم معناها ما يظلمش وما يتعداش على الناس، ولكن فيه اللي يمشي بالتعليمات ويعمل كل ما يملى عليه، وفيه نوع آخر من البوليس الذي يجتهد أكثر من اللازم. يقولوا له امشي خطوة يمشي 5 خطوات، يقولوا له اضرب ضربة يمشي يضرب 10، يقولوا له جيب المعلومة الفلانية يحاول أنه يضيف معناها أشياء أخرى. هذا البوليس أوقفنا في
2008 في الإيقاف الأول احنا توقفنا مرتين. أنا شخصيا توقفت مرتين، توقفت في 7 أبريل 2008 وتوقفت في 1 جويلية 2008 كذلك. في الإيقاف الأول كان البوليس قام بمحاولة حرق المركز وأراد أن يلصقها بشباب أرديف وبمناضلي أرديف ويزج بهم في السجن بعد أن اختار الحل العسكري، الحل الأمني، لأنه ضاق ذرعا بالشعارات وبالمظاهرات وبما كان يقع في ذلك الوقت. افتعل حرق مركز وداهم المنازل في الساعة 2:04 صباحا، واعتقل تقريبا أغلب نشطاء حركة الحوض المنجمي. اعتقل عدنان، اعتقل غانم، اعتقل الطيب، اعتقل العديد من الشباب. أنا ما تمش اعتقالي في اليوم الأول، هذا يوم 7 أبريل، تم اعتقالي في اليوم الثاني بعد تنفيذنا لإضراب عام مرتين. اعتقلت أمام مدرسة حي النور برديف. داهمني مجموعة من الأمنيين وقفزوا علي في باب المدرسة وجروني جرا مسافة تزيد على 200 أو 300 متر. من يعرف هذه المنطقة من مدرسة حي النور، ولعل سي خالد الكريشي زارها وسي العياشي الهمامي وغيرهم زاروها، أن نشوف في هذه الوجوه. فمن أمام المدرسة إلى مركز الشرطة، والضرب من كل النواحي جرا على وجهي. يعني البوليسية ما همش شديني وقفيني وإلا يدزوا فيا وإلا كذا، كان ثم شكون ماخذني من رجليا وثم شكون ماخذني من يدي التالي، ومعناها جرا أمام المواطنين، أمام أبنائي، أمام أهلي، أمام الخضارة، أمام الجزارة، أمام الشباب، أمام الكبار، أمام الصغار، حتى مركز الشرطة. ووقتها ما كان عندي أي حل إلا أني أضع يدي على أماكن حساسة فقط لأحميها، وكان الضرب بالبرودكام بالبونية بكل ما أوتوا من قوة، إلى أن رموني في مركز الأمن في حالة إغماء. وضعت لي المنوت ورفعوني إلى سيارة ونقلوني إلى قفصة. من رديف إلى قفصة كذلك كان الضرب بكل الأشكال، معناها 2 أعوان في السيارة تقريبا 80 كيلومتر أو 90 كيلومتر ما يزيد على الساعة، والحالة متاع غنيمة بالنسبة لهم، معناها يضربوا في كل مكان، الكلام البذيء، الإهانة إلى آخره. ولما وصلت إلى منطقة المتلوي اعترضني أحد رؤساء الفرق، والذي كان من النوع البوليسي اللي يزيد، اللي مش ينفذ التعليمات برك، يجتهد أكثر من اللازم. فاستقبلني في السيارة، وكانت إدارتهم في الطابق الأول في إدارة المنطقة في قفصة، وضربا على الوجه، على الرجلين، على الرأس، في كل مكان، إلى أن صعدت المدرج إلى الطابق الأول، ثم قادني إلى أحد المكاتب وتم ضربي حتى وقعت على الأرض. هذا ما صار ليش أنا برك، معناها تقريبا كل رفاقي اللي تشدوا في تلك الأيام، معناها في ذلك اليوم أو في اليوم الذي سبقه كانت نفس المعاناة ونفس الضرب ونفس التعذيب. لحسن حظنا أنه في تلك الأيام خرج أهالي رديف جميعا، وخاصة منهم النساء، واعتصموا في الشوارع مطالبة بإطلاق سراح. الزوجة تطالب بإطلاق زوجها، البنت تطالب بإطلاق أخيها، الأم تطالب بإطلاق ابنها. وكان لنا ذلك
حيث أطلق سراحنا يوم 10 بدون إحالة على النيابة العمومية. وفي ذلك الوقت زارنا العديد من المحامين في ذلك اليوم، ولعل سي خالد الكريشي كان أحدهم، أتذكر ذلك، أنه زارنا يوم 10 في رديف. وزارونا العديد من المناضلين، وليس لي إلا أن أذكر أن المناضل والرفيق حمل همامي مع زوجته مع عبد الله القرام مع عمار عمروسية زاروني في البيت وجلسوا إلي وشدوا أزري رغم الظروف القاسية، وقد زارنا العديد من المناضلين في تونس وشدوا أزرنا، ونحن إلى حد الآن نعترف بجميلهم ونعترف بما قاموا به نحونا. الحركة استمرت، والبوليس يضمر لنا شيئا آخر. استمرت في مطالبها وفي شعاراتها. اتفقنا خضنا مفاوضات مع السلطة، خضنا مفاوضات على مستوى محلي وجهوي وحتى على مستوى مركزي، على مستوى وطني، ولكن لم يكونوا عند التزاماتهم. كان هناك تجاذب داخل السلطة، كان هناك الشق الأقوى كان يريد أن ينهي الحركة بالحل الأمني، وكان له ذلك. بدأ في الاعتقالات من ماي تقريبا، بدأت الاعتقالات، بدأت بالصفوف الصغرى ثم بدأت ترتقي تدريجيا. في شهر جوان كان عدد ما يزيد على 300 تم إيقافهم وتم إحالتهم بنفس المحاضر وبنفس الطرق وبنفس الأساليب. ويوم 6 جوان احتد الصراع بيننا وبين الأمن الذي جلب والذي معناه كان بأعداد مهولة جدا. يعني كان ينوي بوليس بن علي كان ينوي الاستفراد معناها بمدينة رديف واستباحها في تلك الأيام. بالفعل لما نقول استباحها، داهم البيوت، خلع المتاجر، خلع الحوانيت، كان يطارد الشباب في كل مكان، في كل زاوية، في كل ركن، كان يعتقل، كان يضرب في الشارع. يعني استباح بالفعل المدينة، حيث التجأ العديد من الشباب إلى الخروج من المدينة والاحتماء بالجبال. وكان يوم 6 يوم قررت سلطة بن علي أن تنهي الحركة بإطلاق النار، وسقط الشهداء وسقط الجرحى وهم عديدون. ولعل إعلام بن علي وقتها كان يدعي أنه دفاعا عن النفس استعمل بعض الأمنيين السلاح، وهذا كان بالفعل مكذوبا، لأنه عنا بعض الجرحى وأذكرهم إن شئتم بالاسم. كان أحد الشهداء الذي سقط بالرصاص، يعني كان هناك قناصة يختارون الشباب ويهاجمونه ويتابعونه حتى في الأحياء. فأحد الشباب عبد الخالق العميدي هذا كان قد وقع على الأرض إثر الرصاصة الأولى، وكان 2 من أقاربه أراد حمله وإبعاده فأطلق عليهم النار، وهما 2 من الجرحى، واحد منهم حرق فمات والباقي لا يزال حيا وهو جريح من هؤلاء الجرحى. نحن بالفعل كانت تصلنا المعلومات تقريبا على كل من سيقع إيقافه وسيحال على العدالة. كنا ننبه الشباب وننبه بعضنا إلى كوننا لابد من الاحتياط في التنقل، الاحتياط في المبيت، الاحتياط. فكنا نبيت في الجبال، كنا نبيت في أماكن، في مدارس مثلا، كنا نبيت في خارج بيوتنا، ما عدناش نجموا في الوقت هذاك أن كل واحد يقضي ليلته في داره. وكنا زاد كذلك عيالنا نخرجوهم من الدار حتى لما تتم المداهمات ما يتعرضوش معناها إلى
الإهانة وإلى التعدي وإلى كذا، إلى أن جاء يوم 20 جوان وقتها تم مداهمة بيتي، ولم أكن هناك مع ابني، وزوجتي كذلك وابنتي لم تكونا هناك في البيت لأن كنا احتطنا لذلك. فتم القبض على ابني الأكبر وتعرض إلى ضرب شديد وأخذ كرهينة لمعرفة مكاني أنا ومكان ابني الآخر، وأمه فيما بعد سوف تذكر ذلك لأني لم أعاين هذا المشهد. صرنا نتحرك ونختفي من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان، ونغير ملابسنا ونتخفى، وكان الأمن يداهم كل بيت يشك في أننا فيه. كان له من الأجهزة، أجهزة التنصت وأجهزة رصد مكان المكالمات الهاتفية، وكان يعرف على الأقل الدائرة التي كنا نوجد فيها. وعندما تفطنا إلى ذلك خرجنا من مدينة رديف والتحقنا أنا وابني، التحقنا بالجبال وقضينا هناك 3 أو 4 أيام، وكنا ننوي الخروج اجتياز الحدود، ولكن معناها تمت محاصرتنا في المنطقة الحدودية، وتم بعد 3 أيام إلقاء القبض علينا يوم 1 جوان أو 1 جويلية 2008. وبدأت معاناة من نوع آخر. يوم 1 جويلية تم نقلنا من الصحراء بين شبيكة وتوزر، ونقلنا بسيارات الأمن إلى منطقة قفصة، وبدأت هناك مرحلة أخرى من المعاناة ومن الهرسلة ومن التعذيب. بقيت 7 أيام أنا وابني في الإيقاف، الأمنيين تجاوزوا الحدود، وبعدين كيف قدموا الملف على أساس أن توقفنا كان يوم 5. لعلاش المحامين اللي موجودين هنا أو سي سمير موجود وسي العياشي يتذكرون ذلك، أن البوليس قدم ملفاتنا على أن أوقفنا يوم 5 حتى لا يقع تحت طائلة لأكثر من 48 ساعة. الفرقة التي كانت تحقق معنا كانت فرقة من سلامة أمن الدولة. أذكر أنها تتكون من 4 أفراد، من رئيس الفرقة و3 شبان غلاظ أجلاف كانوا يحققون مع كل الموقوفين. مانيش باش نكثر من الحديث عن هذا الموضوع، باعتبار أنه في الإيقاف معناها ساعة الإيقاف كانت الإرادة معناها متاع الأمن هي إرادة كسر الإرادة للمناضل، كانت إرادة الإهانة، كانت إرادة الحط من الكرامة، كانت إرادة التحطيم النفسي أساسا. يعني تنزع ثيابك في غرفة فيها شباب، فيها صغار، فيها كبار، تضرب بكل أنواع الضرب، تقف على ركبتيك لمدة ساعة أو ساعتين، تنقل إلى غرفة أخرى، تهدد، يعني ثم تنقل إلى الإيقاف إلى الجيول، وتجلب في أي ساعة من الساعات الليل، لا نوم ولا راحة ولا حتى أكل لمدة على الأقل 3 أو 4 أيام. وكان على رأس الفرقة المشرف وقتها المسؤول على الأمن السياسي على الفرقة المختصة، أحد الوجوه البوليسية التي عرفت تقريبا على مستوى الجمهورية الكل، واشتغل على قضايا الإرهاب، وكان محمد اليوسفي، وأذكره بالاسم اليوم،
كان عنده رغبة ملحة، وكان عنده غريب، شيء غريب أنه يريد لو أنه استطاع أن يقتل الشخص يقتله. قال لي بالحرف الواحد وأعيدها، قال لي: خرجت لك نهار 6 بالمسدس ولو وجدتك لقتلتك، والآن أنا مستعد أني نقتلك ونتحمل حتى شهر ولا شهرين ولا 3 شهور ولا عام ولا عامين سجن. لأنه كان يتصور وكان يريد، لأنه هو التزم لدى أسياده وأعطى معطيات أنه نحن عصابة بلغنا إلى درجة أن نلوجوا على السلاح، واللي هو معناه ما ثماش منه، واللي هو كان يعني يدفع في اتجاه الحل الأمني، يعني حتى يقضى على كل حل آخر. هذا الشخص تعامل معي بشكل فظ، بشكل غليظ، بشكل قاسي، بشكل معناها بشكل حاقد بالفعل. وثم في مرحلة أخرى في اليوم الرابع تقريبا أراد أن يلبسني الدعوة إلى إحراق مركز الشرطة الذي أوقفنا من أجلها في أفريل. فقلت له: الملف يبدو لي طوية من أفريل ولا فائدة، معناها أنتم تعرفوا، أنت تعرف أكثر من أي واحد آخر شكون اللي عمل محاولة متاع حرق المركز وزايد هذا. وأصر على أنه يحملني هذه المسؤولية، وبدعوى أنه الشباب الموقوفين شهدوا أنك أنت حرضتهم على حرق المركز. وقلت له: أنا مستعد نسمعها، هات نسمعها. فجاءني ب3 من الشباب، منهم ابني مظفر الذي كان موقوفا في ذلك الوقت. أما أحد الشباب فقد تظاهر بالخبل وحتى لا تسجل عليه تلك الشهادة، والثاني شهد باطلا. وأما ابني مظفر فكانت شهادته نفي أني حرضت على حرق المركز. كان ذلك شعورا بالاعتزاز، كان شعورا بالفخر، كان شعورا بالانتصار على الجلاد. كان بالقاسم الرابحي يريد أن يحطم علاقتي بابني، كان يريد أن يخلق فجوة بيننا، كان يريد أن يحطمني نفسانيا ويحطم ابني، ولكنه لم يفلح. وشعرت وقتها بأنه انهزم وانتصرنا عليه في تلك اللحظة. فما كان منهم إلا أن أحالوه إلى غرفة مجاورة، وكانت الغرفة التي كنت أنا موقوفا فيها كانت مفتوحة، وبدأ التعذيب، بدأ الضرب. كانوا يمرون أمامي بالعصي، بالكاوتشو، بكل أنواع التعذيب، وكان صراخه يرتفع في أنحاء المنطقة وأسمعه، ويكاد يكاد يكاد يقطع شراييني. أحسست وقتها بقدر ما كنت أحس في اللحظات السابقة بأني انتصرت على الجلاد. أحسست وقتها، وهذا شعور لا أعرف، أني قد أكون من بين المتسببين في عذاب هذا الشاب. هذا المظفر كان يجتاز امتحان البكالوريا يوم 4 أو 5 جوان وقتها. عد مادة أولى وعد مادة ثانية، وداهموا المعهد لإلقاء القبض عليه فهرب ولم يكمل امتحان البكالوريا.
وهو إلى حد الآن لم يستطع أن يتقدم من جديد لاجتياز هذا الامتحان لما وقع له. بعد ساعتين تقريبا عاودني هذا الرجل ليهددني بأنه مستعد إذا لم أعترف وإذا لا أمضي على ما يريده ولا أقر بما يريده، هددني بأن يغتصب ابني أمامي أو أن يغتصبني أمامه. إلى هذه الدرجة بلغ هذا البوليس، إلى هذا الحد. فلا أدري أن أي أحد يستطيع في وقتها وفي لحظتها أن يتحمل هذا الشعور. ولا أخفيكم أني لما نقلت إلى سجن القصرين أول شيء طلبت ورقة وقلما ودونت خاطرة شعرية، لو تسمحوا أقرأها عليكم. لا تصرخ يا ولدي، اصبر، فصراخك طرق عنيف في أذني، جمر على جلدي، جرح عميق ينزف منه دمي، أحمر أحمر أحمر. لا تصرخ يا ولدي، اصبر، ستطل الغيمة في الأفق البعيد ويغطي الثلج قمم الجبال السمر وتمطر تمطر تمطر. لا تصرخ يا ولدي، اصبر، سيجيء الربيع ويغطي روابين السنبل الأخضر وتعود أسراب الطير تعانق الدفء وتغني وستزهر تزهر تزهر. لا تصرخ يا ولدي، اصبر، عانق خيوط الشمس وقاوم، لا تساوم، احفر بأظافرك الصخر وداوم، لا تساوم. اصبر يا ولدي وتذكر قول جدك الأكبر: جلادك العبد وأنت الحر، جلادك المهزوم وأنت المنتصر. اصبر يا ولدي، اصبر، فأنت المظفر، أنت المظفر. كان هذا نقلا حاولت، لست شاعرا ولكن حاولت أن أنقل شعوري وإحساسي في تلك اللحظة، وكان شعورا غريبا بالفعل. أضيف لكم أن في الإيقاف الأول أو الإيقاف الثاني كان الأخ وأخوه، كان الأب وابنه، كان العم وابن أخيه، كان الأخوان، كانت هناك 3 أجيال من الموقوفين. أنا أمثل أكبر جيل 54 أو 55 عام، وكانوا تلاميذي وهم من الأساتذة موقوفين معي في نفس الزنزانة، وكان معنا في نفس الزنزانة تلاميذ أساتذتي. يعني هذا الإحساس بأنه نظام بن علي وبوليس بن علي يحاسب أجيالا ولا يحاسب أشخاصا. كان قد أتحمل أنا مسؤوليتي باعتباري منخرط في هذا المسار منذ نعومة أظفاري، تقريبا من 1972، وقد عشت أحداث الخبز، وعشت أحداث جام في 78، وعشت أحداث قفصة 80 وإلى الآن. فقد أتحمل ذلك وأقبل ذلك، ولكن أن تحاسب
أن يحاسب النظام هذه الأجيال، فهذا هو الإعلان على فشله. وبالفعل كانت حركة الحوض المنجمي بما لقيته ومن مساندة ومن تعاطف ومن دعم كانت هي بالفعل بداية انتهاء نظام بن علي. بعد ذلك نقلت إلى مستشفى، إلى سجن القصرين. بقي ابني في سجن قفصة، ثم نقل فيما بعد إلى رجيم معتوق، ثم نقل إلى صفاقس، ونقلت أنا كذلك إلى المرنقية. وقد تحملت زوجتي هذه المرأة، تحملت بالفعل الكثير من أخطائي والكثير من مشاكلي والكثير من مصائبي، كانت حملتها طيلة هذه الفترة. ولعلها كانت الأم التي تعاني من إيقاف الزوج ومن إيقاف الابن، وهذا زاد كذلك شيء يميز معاناتها. في سجن القصرين الشيء الإيجابي والمريح بالنسبة لي هو أن سجناء الرأي العام كانوا استقبلوني استقبالا خاصا. هؤلاء السجناء ولا واحد منهم خلاني نهار ناخذ صحن ونغسل، ولا واحد نهار معناها قال لي كلمة. ورغم ذلك ورغم المراقبة اليومية في السجن بالصدفة أنه كان ثم بوليس موقوف معناها، فالبوليس كان يخدم البرة معناها في بوليس، وزاد دخل في السجن معناها كان مكلف بمراقبتي ومتابعتي وكل معناها مهمته معناها كنت مكلف بها. وكان في سجن القصرين ظروف قاسية من حيث الأكل، من حيث العناية الصحية، من حيث كانت الأمراض منتشرة، وكان ثم الاكتظاظ كثير من الاكتظاظ. وفي هذا السجن أصبت بمرض بعدوى، بقيت في السجن 6 أشهر، أصبت بعدوى. ورغم محاولاتي وإصراري على العناية بي وعلى نقلي إلى المستشفى، إلا أن إدارة السجن كانت ترفض ذلك. إدارة السجن كانت زياراتي زيارات فردية. كان البوليس بجانب زوجتي وابني أو ابنتي، وبوليس بجانبي، ولا أدخل مكان الزيارة إلا منفردا. وهذا المرض طال بي، وبقيت على هذا الحال تقريبا شهرين كاملين دون عناية، إلى درجة أني أصبحت مقتنعا بأني سأموت لا محالة. وفي آخر الأمر اضطروا، أنا بالنظر إلى حالتي، اضطروا إلى نقلي إلى مستشفى القصرين بعد أن خسرت من وزني 30 كيلوغرام. في هذه الفترة وحتى في فترة المرض زارني العديد من المحامين. زارني شكري بالعيد الله يرحمه الشهيد، زارتني راضية النصراوي، زارني جلال الهمامي، زارني محمد جمور، زارني العميد، زارني رضا الرداوي، زاروني العديد من المحامين، وكانوا قايمين بواجبهم ووقفوا إلى جانبنا قبل سجن القصرين معناه في عرضي على النيابة العمومية. كان الحضور لافتا، كان حضور العميد، حضور العياشي، حضور رضا الرداوي، حضور تباسي، حضروا العديد من المحامين، وهم بيدهم. فيما بعد عبد الستار بن موسى نشر التحقيق، وقد سحبت وقتها إحدى الجرائد لأنه نشر فيها هذا التحقيق. إذن نقلت إلى المستشفى، وكنت في مستشفى القصرين في حالة
في حالة موت، يعني قلت أني خسرت 30 كيلوغرام، لم أعد قادرا لا على الوقوف ولا على المشي ولا حتى على الأكل، لأنه المرض اللي أصبت به هو مرض معناها مرض السل، عافانا وعافاكم الله. وهذا المرض منتشر في السجون التونسية، منتشر في سجن القصرين خاصة، والعديد من السجناء مرضوا بهذا المرض. أقمت في سجن القصرين لمدة 10 أيام ولم تتقدم حالتي، وتم نقلي بعد بعض الاحتجاجات وبعض البرقيات من زوجتي ومن بعض المنظمات، نقلي إلى مستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا، الذي بقيت فيه 4 أشهر كاملة أعاني من المرض من ناحية، وأعاني من المتابعة البوليسية، وأعاني زاد كذلك من المراقبة. كانت الغرفة التي يقيم فيها في مستشفى عبد الرحمن مامي غرفة مفتوحة 4 أشهر، الباب لا يغلق. كنت مشدود بسلسلة إلى السرير. كنت ممنوع من الجرائد ومن المطالعة ومن الخروج ومن كنت ممنوع من كل شيء، رغم المرض ورغم الحالة التي أمر بها. والعديد من الأطباء اللي حاولوا زيارتي ورأوا الحالة وشهدوا، حتى بالنسبة لهيئة الحقيقة والكرامة شهدوا على ما رأوه في ذلك السجن. المؤسف والمقلق أن البوليس لا يهمه مرضك ولا تهمه حالتك، وإنما يهمه فقط أنك موجود، لم تهرب. حيث أن الزيارات في الليل مرات 2 و3 زيارات للمراقبة. ايش يعمل المراقب اللي يجي يراقب؟ يجبد السلسلة، يشوفني مشدود للسرير سلسلة ورجلي معناها مع بعضهم، ولا يعني حتى النوم معناها يحرموك منه، لأنهم يقوموا معناها بمراقبة السلسلة. تصوروا أنه وقت اللي تمشي لتستريح معناها ما تمتعش بالراحة في بيت الراحة، البوليس يمسك بالسلسلة ويبقى واقف في الباب، والباب نصف مفتوح وأنت تستريح. يعني حتى الحاجة البشرية من المفروض معناها لم يتم احترامها. كذلك في الليل معناها الواحد في الكثير من الحالات يحتاج إلى معناها على الأقل، أقولها على الأقل على التبول، ما يمكنوكش منه. ووليت نعمل في قوارير بجانب السرير معناها باش في الليل معناها نتبول فيهم، وفي الصباح معناها تجي إحدى العاملات معناها تنقلهم في. يعني كان الواحد مريض وبمرض معناها خطير، ويعاني معناها حالة هزال يعني كبيرة، ورغم ذلك لا يكترثون بذلك ولا يهتمون. والمراقبة أمام الغرفة فريق كامل من الأمن بأجهزته بكل إمكانياته 24 على 24 أمام الغرفة. الحالة هذه دامت 4 أشهر، ونقلت فيما بعد إلى سجن المرنجية، معناها عزلة 4 أشهر، نقلت فيما بعد إلى سجن المرنجية، وبقيت كذلك في مصحة المرنجية 4 أشهر معناها في حالة عزلة. مرة جابوا لي واحد معناها فقط باش قعد معايا تقريبا أسبوع ولا أسبوعين، عامل عملية على الواحد ما يتكلمش مسكين، عامل لك حيدة ما يتكلمش، معناها نتكلم أنا وياه بالإشارة. يعني كان عملية معناها تحطيم للنفس، كانت عملية قهر، كانت عملية الحط معناها من كرامة الإنسان. لهنا ما ننساش حاجتين أخرين، هي المحاكمات، المحاكمة الأولى والمحاكمة الثانية. المحاكمة الأولى في 4 ديسمبر خذونا نقلونا من القصرين ومن السجون الأخرى إلى المحكمة الابتدائية بقفصة، ولم يتم الاستجابة لطلبات المحامين، فاعترضنا وصعدنا فوق الكراسي واحتججنا ورفعنا شعار
ورفعنا النشيد الوطني، فتم إنزالنا بالقوة وضربنا ودفعنا ثم إخراجنا من المحكمة وإعادتنا إلى السجون. ولكن فيما بعد تم جلبنا مرة أخرى في الساعة 2 ليلا لنجد أن المحكمة مطوقة بالأمن، عاملين لنا كولوار متاع أمن، معناها صف متاع أمن، دخلونا للمحكمة و قروا علينا الأحكام متاعهم. الأحكام وقتها بالفعل بقدر ما كانوا المحامين، بقدر ما كنا نعتز بالمحامين، بقدر ما كانوا المحامين كبار، عددهم كبير. أتذكر إلى حد الآن بعض المرافعات التي بقيت عالقة في ذهني، بعض المرافعات التي رفعت معنوياتنا إلى درجة معناها كبيرة، بعض المرافعات والتدخلات التي هزت من معنوياتنا إلى درجة كبيرة، بقدر ما لاحظنا فساد القضاء التونسي، قضاء التعليمات. لأنه القاضي أو القضاة الجالسين فيهم شكون كان راقد معناها وقتها، وكان الحكم جاهزا بدون معناها مبررات، بدون قرونا الحكم وعاودوا رجعونا إلى السجون. والمحاكمة الثانية تمت في المحكمة في قفصة، وكانت محاكمة تاريخية دامت يومين كاملين. أنا واحد من الناس كنت في حالة مرض، جابوني في سيارة إسعاف من سجن من مستشفى عبد الرحمن مامي إلى قفصة، وبت في سجن قفصة، فرغوا غرفة كاملة باش ما يشوفني حتى حد من الأولاد المساجين متاعنا في قفصة، ونقلوني إلى القاعة، وقضينا من الساعة 9 صباحا والمحامين موجودين لهنا يعرفوا ذلك كلهم. ربما وقتها سي سمير ديلو كان مزكوم، اعتذر وقال بربي باش نخرج، معناها عمل المرافعة متاعه وقال بربي سامحوني باش نخرج راني مريض. صحيح ولا سي سمير؟ ف بقينا من الساعة 9 صباحا إلى هذا يوم الخميس إلى يوم الجمعة الساعة 2 أو 3 مساء، وين تم النطق بالحكم. و كان حكما قاسيا، يعني أنا حكمت ب10 سنوات في الابتدائي، وتم تنقيص 2 معناها تحكمنا ب8 سنوات، كانت معنوياتنا مرتفعة لسبب معناها بسيط، هو أنه عندنا شكون واقف معنا، عندنا مناضلين، عندنا محامين، عندنا رابطة متاع دفاع عن حقوق الإنسان، عندنا جمعيات، عندنا أحزاب سياسية، عندنا جرايد، عندنا ناس معناها في الداخل وفي الخارج يسانديننا واقفين معنا. كنا متأكدين أنه معناها نهاية بن علي وقتها قربت. وديما نرجع إلى أعضاء المجلس التأسيسي وفيهم برشا حاضرين اليوم، الذين سامحوني بين ظفرين خذلوا حركة الحوض المنجمي، وقت اللي كانوا هما الأوائل. أعضاء المجلس التأسيسي من محامين ومن غيرهم كانوا هما الأوائل اللي كانوا واقفين إلى جانبها ويعتبرونها الحركة المفصلية في تاريخ تونس، والتي دامت 6 أشهر، والتي كانت 6 أشهر يعني ثم قمعت، والتي كانت حركة معناها سلمية، شعاراتها اجتماعية، و يعني كانت إنتاج جديد يعني في تونس، إنتاج اجتماعي، إنتاج سياسي، إنتاج ثقافي، نشر ثقافة المقاومة، ثقافة الاستشهاد، ثقافة التضحية. ما ثماش فرق بين الأب وابنه، ما ثمش فرق بين الخو وخوه، ما ثمش فرق بين الأم وولدها اللي تقدموا وخرجوا للشوارع وطالبوا معناها بالحرية، وطالبوا بالكرامة، وطالبوا بالعدالة الاجتماعية. سي بشير، كان نسمعوا تجربة السيدة ليلى خالد من خارج السجن، كيفاش المعاناة متاعها لو تسمح. بالمناسبة معناها زوجتي تحملتني ياسر، ليلى خالد، لمدة 34 عام، متزوجين 34 عام، وهي معناها حملتني وصابرة عليا معناها هذا الصبر، وهي اليوم زاد كذلك معناها تقف معناها الجانبنا، وتقف إلى جانب العدالة إن شاء الله.